زوجة بونو تصدم الجميع وتخرج برد جنوني غير متوقع. صدم معشوق الجماهير المغربية والسد المنيع لكتيبة الأسود ياسين بونو المتابعين في الفترة الأخيرة، فبعدما كان دائما ذلك الشخص الأمين والذي لا تسلط عليه الأضواء سوى بالنظر لتألقه اللافت على أرضية الميدان أو على إثر تصريح مرح خارجا عن المألوف، بات الآن حديث الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي في منحى بعيد تماما كل البعد عن ذلك. حارس الهلال السعودي دخل في مغامرة جديدة بعيدة عن الساحرة المستديرة، ولم يكن أحدهم يتوقع أن ياسين هو فعلا بطلها، حتى أن هناك من ظن أنها مجرد شائعات أو صور مفبركة، لكن تم التأكيد فيما بعد بالدليل القاطع أنه صاحبها. وجاء جنون ذو 32 عاما هذا في توقيت حساس للغاية، إذ هو قبل أيام معدودة فقط من انطلاق منافسات كأس أفريقيا 2024، وكان من المفروض عليه أن يكون في قمة تركيزه ويشحن نفسه لهذه البطولة في اتجاه مناقض 180 درجة. والغريب في هذه الواقعة أن ما قام به أدخل حتى زوجته على الخط، والقصة بدأت تتشابك خيوطها وأحداثها بشكل لم يكن أبدا متوقع. فما الذي قام به حارس إشبيليا السابق تحديدا؟ كيف صدم مناصريه في هذا التوقيت بالذات؟ وما الذي جعل زوجته تدخل على الخط؟ شهدت الفترة الأخيرة تداول العديد من الصور لبونو رفقة عدد من الفتيات في أوضاع غير جيدة، وتثير الكثير من التساؤلات والشكوك، بل وكان ليلة رأس السنة في احتفال صاخب رفقة عدد من المشاهير والنجوم، وقد ظهر حينها مع مؤثرات في صور غير لائقة. وأثارت هذه التصرفات قلق المناصرين الذين لم يتوقعوا أبدا ذلك من شخص كان دائما مهذبا وأحد الأعمدة التي يعول عليها كثيرا وليد الركراكي، غير أنه تبين أن هناك أسباب عديدة وراء كل ما يقوم به. هي ليست مجرد حماقات عابرة أو خروجا ظرفيا عن المألوف من ياسين، إنما تبين أن هناك أزمة حقيقية بينه وبين زوجته، وبات من شبه مؤكد أنهما في الطريق للانفصال بشكل نهائي. فزوجته إيمان ردت على أفعاله هذه بطريقة أكثر جنونا وحماقة، وقد ظهرت هي الأخرى في صور ستوري تحتفل مع صديقين وكأنها تنتقم لنفسها أو تعبر عن أخذها مسارا جديدا في حياتها بعيدا تماما عن بونو. وبات إذن من الواضح تماما أنه مفترق الطرق بين الزوجين، والدا إسحاق الذي اشتهر كثيرا خلال فترة كأس العالم 2022، وأيضا مؤخرا بلقطاته الطريفة مع لاعبي الهلال السعودي على أرضية الميدان وفي غرف تغيير الملابس كذلك. ومع هذه الحالة غير مستقرة أبدا في حياة ياسين، تبقى العديد من التساؤلات مطروحة في الشارع المغربي، وأبرزها مدى قدرة اللاعب على التألق في الكان وتقديم مستويات شبيهة لما كان قد بصم عليه خلال مونديال قطر، إذ يرون أنه سيكون على الأرجح متأثرا وليس في كامل تركيزه.